السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا عزيزي الجميل. أنا إسلام ودي قناتك 2GDMA. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة على القناة باسم حكاية لعبة. السلسلة دي هنرجع فيها لكل لعبة ونحكي حكاية اللعبة نفسها وكمان حكاية الشخصية الرئيسية وأحيانا شخصيات ثانوية كان ليها تأثير كبير في القصة. شخصيات يمكن لعبنا بيها ساعات طويلة بس قليل مننا اللي وقف وفكر مين هم فعلا، ايه قصتهم وايه اللي وصلهم للي حصل في اللعبة. واول حكاية في السلسلة هتكون عن واحد من اشهر ابطال سلسلة GTA، شخصية مليانة ألم، مليانة ماضي تقيل، وشخص بيحاول يهرب من حياته القديمة. بطل حكايتنا النهاردة هو نيكو بيليك. So I did some dumb things, got involved with some idiots. We all do dumb things. That's what makes us human. Could be. بطل لعبة GTA IV، واحد من أكتر الشخصيات عمقا في تاريخ السلسلة. بس في الفيديو ده مش هنروح لمدينة ليبرتي سيتي، النهاردة هنعرف إيه اللي مهد لأحداث اللعبة من الأساس. لازم الأول نرجع شوية لورا، نرجع لبداية الحكاية. مين هو نيكو بيليك وإزاي بدأت قصته أصلا؟ نيكو بيليك نشأ في دولة فقيرة جوه أوروبا. الدولة نفسها ماهيش مذكورة بشكل صريح جوه اللعبة، بس أغلب الإشارات بتقول إنها كانت من دول يوغوسلافيا زمان. تعال نعرف التاريخ شوية مع بعض. يوغوسلافيا زمان كانت دولة كبيرة في أوروبا، وكانت ضمة تحتها أكتر من دولة زي صربيا، كرواتيا، سلوفانيا، الجبل الأسود، ومقدونيا والبوسنة، كل دول. بس مع بداية التسعينات الدولة دي بدأت تتفكك، وحصلت حروب أهلية عنيفة جدا خلت كل دولة منهم تستقل لوحدها. ورغم إن أوركستار ما قالتش بشكل مباشر نيكو من أي دولة بالضبط، بس في شوية تفاصيل في اللعبة بتخلينا نقدر نخمن أصلا. أول حاجة اسم بيليك، اسم منتشر جدا في دول البلقان خصوصا في صربيا. تاني حاجة لكنته في الكلام، لو ركزت في طريقة كلام نيكو هتلاحظ إنها قريبة جدا من اللكنة الصربية. وتالت حاجة نيكو نفسه بيقول في اللعبة إنه شارك في حروب البلقان في التسعينات، وهي الحروب اللي حصلت بعد تفكك يوغوسلافيا. كل الإشارات دي بتخلينا نرجح إن نيكو بيليك غالبا كان من صربيا أو من إحدى دول البلقان اللي خرجت من يوغوسلافيا القديمة. بس روكستار تعمدت ما تحددش الدولة بشكل صريح عشان تسيب خلفية الشخصية مفتوحة شوية. فبعيدا عن التاريخ والسياسة خلينا نرجع تاني لبطل حكايتنا، الطفل اللي اتولد وكبر في المنطقة دي وسط الفقر والصراعات والحياة القاسية اللي كانت بتمر بيها أوروبا وقتها. حياة نيكو في طفولته ما كانتش سهلة خالص، بيت مليان مشاكل، حتى أبوه كان مدمن على الكحول، كان بيطلع غضبه وإحباطه كله فيه هو. نيكو من وهو طفل اتعود يشوف العنف ويتعايش مع الألم، بس وسط كل القسوة دي كان في نور صغير في حياته، والنور ده كان أمه كانت بتحاول تحميه على قد ما تقدر، كانت بتحاول تخفف عنه قسوة الحياة. بس الحقيقة المؤلمة إنها ما كانش عندها القوة الكافية إنها توقف اللي بيحصل. ومع مرور السنين كبر نيكو بيليك في بيئة قاسية جدا، بيئة علمته إن العالم مش دايما عادل، وإن أحيانا لازم تقاتل عشان تعيش. لما نيكو كبر شوية حصلت الحرب اللي غيرت كل حاجة، حرب يوغوسلافيا. الحرب دي كانت من أعنف الحروب في أوروبا الحديثة، وحرب مليانة فوضى وخسائر. نيكو انضم للجيش وتم تجنيده في كتيبة مكونة من 15 جندي. وبالنسبة لنيكو دول ما كانوش مجرد جنود، كانوا أكتر من كده، كانوا اخوات، رجالة بيحاربوا جنب بعض ويخاطروا بحياتهم كل يوم. في الحرب العلاقات دي بتبقى قوية جدا لأنه كل واحد فيهم معتمد على التاني عشان يعيش. بس في يوم من الأيام حصلت حاجة هتغير حياة نيكو للأبد، اليوم اللي مهد لكل أحداث GTA. الكتيبة بتاعتهم اتعرضت لهجوم مفاجئ من قوات العدو. الهجوم كان عنيف وسريع وما هوش متوقع، بس المشكلة ما كانتش في الهجوم نفسه، المشكلة ان الهجوم حصل بسبب خيانة. واحد من افراد الكتيبة خانهم، وهو اللي كشف موقعهم للعدو. في لحظة كل حاجة اتغيرت، الموقف اللي كان طبيعي من شوية اتحول لكابوس، رصاص وفوضى في كل مكان. بعد انتهاء الهجوم نيكو كان مصاب اصابات خطيرة، بس كان من القلة اللي قدروا ينجوا. ولما حاول يقوم وبص حواليه شاف المشهد اللي هيفضل يطارده طول حياته. صحابه، الناس اللي كانوا بيحاربوا معاه، بقوا مجرد جثث هامدة على الأرض.
نيكو حاول يساعد أي حد لسه عايش، عدى على كل واحد فيهم، بس الحقيقة كانت واضحة خلاص. ومن أصل 15 جندي ما فضلش غير 3 أشخاص بس، نيكو بيلك وشخصين تانيين اللي هنعرفهم قدام في أحداث اللعبة. بس في اللحظة دي نيكو ما قدرش يلاقي الشخصين الاتنين دمت، واختفوا وسط الفوضى. وفي اليوم ده نيكو بيلك أقسم إنه هيعرف مين اللي خانهم، ولما يلاقيه هينتقم منه مهما كلف الأمر. بعد ما الحرب خلصت رجع نيكو للحياة المدنية، بس الحقيقة إن الحرب ما بتخلصش بسهولة. الحرب ممكن تخلص عن الأرض، بس بتفضل شغالة جوه الإنسان سنين طويلة. الجروح اللي بتسيبها الحرب مش كلها بتبقى باينة، في جروح تانية بتفضل في العقل. نيكو كان بيعاني من كوابيس مستمرة، كوابيس عن الحرب، عن الرصاص، وعن اللي حصل لأصحابه. وكان كل ما يفتكر اللي حصل في الكتيبة، الخيانة والناس اللي ماتت حواليه، الغضب جواه كان بيزيد. وكان واضح إن الحياة الطبيعية مش هتكون سهلة بالنسبة له. نيكو حاول يعيش حياة عادية، بس المنطقة في الوقت ده ما كانتش مكان سهل تبدأ فيه من جديد. الدول اللي خرجت من يوغوسلافيا كانت لسه بتتعافى من الحرب، اقتصاد ضعيف، بطالة وجريمة منتشرة. وفي الظروف ديت الطريق القانوني ما كانش الطريق المتاح، فاتجه نيكو للطريق الضلمة. بدأ يشتغل في تهريب البشر والبضائع. النوع ده من التهريب كان منتشر جدا وقتها، مهاجرين غير شرعيين بيحاولوا يوصلوا لأوروبا الغربية، وأحيانا بضائع مسروقة أو شحنات ممنوعة. خلال الفترة دي نيكو دخل عالم الجريمة المنظمة، العالم اللي بيبدأ بخطوة صغيرة وبعدين تلاقي نفسك غارق فيه. في العالم ده اشتغل مع واحد من أخطر المجرمين في أوروبا، اشتغل مع راجل اسمه راي بوليجرين. راي كان بيظهر قدام الناس كرجل أعمال ناجح، بس الحقيقة إنه كان واحد من أكبر تجار التهريب في المنطقة، عنده علاقات وعنده نفوذ وعنده رجالة في كل مكان. نيكو بيلك بدأ يشتغل معاه. مهمته كانت بسيطة في البداية، قيادة سفن، نقل شحنات، وإتمام عمليات التهريب عن طريق البحر. ومع الوقت راي بدأ يعتمد على نيكو أكتر، عشان نيكو كان جندي سابق ويعرف يتعامل مع المواقف الخطيرة. بس الحياة كان ليها رأي تاني. في واحدة من عمليات التهريب حصلت مشكلة كبيرة، العملية فشلت والفلوس اختفت. فلوس كانت تساوي ثروة، والنوع ده من الخسائر ما بيعديش بسهولة في عالم الجريمة. لما الخبر وصل لراي كان لازم يلاقي مذنب، وفي العالم ده الحقيقة مش دايما هي اللي بتهم، اللي يهم ان في حد يتحاسب. راي اتهم نيكو بالخيانة وقال انه هو اللي سرق الفلوس وهرب بالسفينة، بس نيكو اكد انه ما سرقش حاجة. المشكلة ان راي ما كانش مقتنع، او يمكن كان محتاج بس حد يرمي عليه اللوم. من اللحظة دي نيكو بقى هدف لراي بوليجرين ولرجالته. بدأت المطاردة، نيكو اضطر يهرب وينتقل من مكان لمكان في اوروبا، مدينة بعد مدينة. كل مرة كان بيحاول يختفي ويبدأ من جديد. بس المشكلة ان راي بوليجرين ما كانش مجرد مجرم عادي، كان عنده شبكة كبيرة من الناس ومعارف في مدن كتير. كل ما نيكو يفتكر انه اخيرا اختفى كان دايما في حد يقدر يوصل له. وفي الوقت ده بدأت فكرة جديدة تظهر في حياة نيكو، فكرة الهروب بعيد بعيد جدا وبعيد عن الماضي اللي بيطارده. وفي مكان واحد بس نيكو سمع عنه كمكان ممكن تبدأ فيه حياة جديدة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. بس السؤال كان ليه الولايات المتحدة الأمريكية بالذات؟ في الوقت ده كان في شخص واحد بس بيكلم نيكو على طول، وهو ابن عمه رومان بيلك. رومان كان موجود في أمريكا، تحديدا مدينة ليبرتي سيتي، وكان دايما بيبعت لنيكو رسائل يحكي له فيها عن حياته هناك، رسائل مليانة كلام عن العربيات الفخمة والفلوس والحياة اللي ممكن أي شخص يبدأها من الصفر. كان دايما بيوصف أمريكا على إنها المكان اللي ممكن فيه أي حد يغير حياته. كان بيقول لنيكو إن ليبرتي سيتي هي مدينة الفرص، مدينة ممكن توصل فيها لأي حاجة. ومع الوقت بدأت فكرة الحلم الأمريكي تترسخ في عقل نيكو بيلك، فكرة إنه ممكن يسيب كل اللي وراه، الحرب، الماضي، وحتى الناس اللي بتطارده زي راي، ويبدأ حياة جديدة تماما. بس رغم كل ده كان في سبب ثالث أعمق بكتير، سبب عمره ما اختفى، وهي الخيانة اللي حصلت في الحرب. نيكو كان عارف إن في شخص من الكتيبة باعهم، بس المشكلة إنه ما كانش يعرف مين تحديدا. ومع مرور السنين بدأت توصل له معلومات بتقول إن الشخصين اللي نجوا من الكتيبة غيره اختفوا، وإنهم ممكن يكونوا سافروا لأمريكا. ومن اللحظة دي بقت أمريكا بالنسبة لنيكو مش مجرد
مجرد بداية جديدة، لكن كمان مكان ممكن يلاقي فيه الحقيقة، مكان ممكن يعرف فيه مين اللي خانه. ومن هنا نيكو بيليك خد القرار اللي هيغير حياته للأبد، إنه يسيب أوروبا كلها وراه ويركب سفينة متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة ليبرتي سيتي. ومن هنا تبدأ أحداث GTA IV. بس هنا نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. حكاية الماضي انتهت. في الحلقة الجاية هنوصل أخيرا إلى مدينة ليبرتي سيتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان نكمل باقي الحكاية، واللي في الكومنتات نكمل مع نيكو بيليك ولا نروح لشخصية تانية أو لعبة تانية عموما. وبس، أنا إسلام ودي قناتك 2GDM8.